دي اول تجربه تصنيع ليا وحققت عائد 100%. بس خلي بالك مش ده العادي. ازاي عملت كده من التجاره الالكترونيه عن طريق التصنيع في مصر والتصدير للسعوديه؟ ده اللي عرفته عن طريق احمد جمعه في الكورس بتاعه. طبعا الموضوع مش سهل بالنسبه لك لو بتبدا في الاول، بس هتلاقي في الكورس الخطوات الصحيحه ازاي اعمل ده، ازاي ادور على المنتج لما اصنعه ازاي، هلاقي الورش فين، المصانع فين. كل الافكار اللي بتدور في دماغك دي هتلاقيها موجوده في الكورس بخطوات سهله ومدروسه. طبعا انت ازاي بتسال انا عملت 100% من منتج ما؟ الموضوع بيمشي بشويه خطوات. انت لازم تدور على البرودكت الاول، وبعد ما تدور على البرودكت تدور على مورد ليك او مكان تصنعه. طبعا كان المنتج اللي انا ببيعه ليه علاقه بالاجواء الرمضانيه، كان عباره عن قطعه ديكور في البيت. فانا دورت على مورد لقطعه الديكور وجبت تقريبا منها 200 حته ووديتها في السعوديه وبعتها، وقدرت من خلال قطعه الديكور دي اكسب 100% من فرق السعر ما بين مصر والسعوديه، لان المنتج سعره في مصر كان 20 جنيه وسعر بيعه في السعوديه من خلال الاعلانات اللي انا بعملها 145 ريال. فكان في طبعا هامش ربح كبير، اقدر احقق 100% ربح. طبعا لو انت شغال في التجاره الالكترونيه هتقابلك شويه مشاكل، زي انا اختار البرودكت ازاي، هصنع ازاي، هشحن مع مين، طب هل لو المنتج ده فعلا بيجيب اوردرات ينفع اوديه السعوديه ولا لا. فكل المشاكل اللي كانت بتدور في دماغي انا كمان انا لقيت الحلول ليها في الكورس ده. ليه؟ لان الكورس بيشرح بالتفصيل انا هختار المنتج بناء على ايه، هصنعه فين، هشحن مع مين. كل الديتيلز اللي انت محتاجها كانت موجوده في الكورس. لو عايز تبيع في الخليج وتوفر وقت ومجهود وفلوس، الكورس ده هيكون مفيد جدا ليك.